أهلا بيكم في قناة فيفو آرت. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد قطاس سعيد عليكم. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان النهاردة هنعمل سوا عملي قنديل الغطاس أو البلابيصة أو الفونيار. وكمان هنتكلم عن نبذة مختصرة عن عيد الغطاس وعن كمان قنديل الغطاس ليه كان بيتعمل وايه السبب انه اتعمل. ويلا بينا، مش هطول عليكم، نبدأ مع بعض كده نعمل سوا قنديل الغطاس. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنحتفل بعيد الغطاس اللي احنا بنسميه كمان عيد الانوار او عيد الابيفانيا او السيوفانيا، ومعناه الظهور الالهي. يلا بينا نعرف احنا هنحتاج ايه. طبعا برتقان وسكينة ومعلقة وكمان الشمع وقطر والومنيوم ومكرونة انا ملوناها وسلك علشان خاطر نحط فيه المكرونة ونعلق بيه الفونيار او قنديل الغطاس، وممكن طبعا بخيط. زي ما انتوا شايفين انا قطعت الجزء الاولاني وبعدين بالمعلقه ببدا افرغ كده قلب البرتقانه ونفرغها في طبق، وما نرميش طبعا الفارغ بتاعها، ممكن يتعمل عصير او يتاكل عادي. تمام. بنفرغ كده بالسكينه، ببدا اقطع الجزء الاولاني كده بالسكينه وبعدين افرغ بالمعلقه. طبعا احنا بنسمي العيد بعيد الغطاس عشان السيد المسيح نزل غطس في نهر الاردن، والدليل على كده في الكتاب المقدس بيقول وصعد للتو من الماء، يعني صعد يعني كان تحت خالص غطسان وطلع، عشان كده بنسميه عيد الغطاس. وكمان بنسميه عيد الظهور الالهي او الابيفانية او السيوفانية، يعني ظهور الالهي لانه ظهر فيه الثالوث الاب من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والحمامة رمز الروح القدس، والابن في نهر الاردن. انا كده فرغت البرتقانة، هبدأ بقى اعمل ايه. اجيب السكينة وافرغ البرتقانة من تحت عشان اعمل مكان للشمعة. تمام، او ممكن بالقلم اغرزها بس كده علشان خاطر افرغ مكان الشمعة، بس تكون على قد الشمعة. وبعدين هبدأ بقى ارسم عليها. انا هنا زي ما انتوا شايفين رسمت عليها يوحنا المعمدان والمسيح والحمامة، وهبدأ افرغ كده بسكينة او بأداة حفر علشان ارسم عليها شكل ايقونة العماد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. سهلة خالص، ممكن حتى القطر تعملوها بالبوزة بتاعتها. تمام، انا هنا بحفر مش بفرغ. تمام، احنا البرتقانة التانية هنعمل فيها تفريغ. تمام، انما هنا انا بحفر بس الجزء اللي هو الاورنج الخارجي ده بتاع البرتقانة، وبسيب الجزء الابيض تحتيها، وده برضو لما نحط الشمعة هيقوم منور يدي شكل حلو خالص. انا بكمل كده بقية الرسمة لحد ما اخلصها، وهكتب كمان على البرتقانة دي الآية هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. تمام، انا هنا بعمل دلوقتي البحر. طبعا احنا عايزين نعرف ايه حكاية بقى البلابيصة او البلمبيصة او قنديل الغطاس او الفونيار. طبعا احنا بنسمي بلابيصة او بلمبيصة عشان دي كلمة هيروغليفية معناها شموع. تمام، طيب ايه حكاية الفونيار او فانوس الغطاس او قنديل الغطاس دي؟ علشان كنا من زمان ايام الدولة الفاطمية كان في تقليد كده بدأ خصوصا بعد العلاقة الحلوة بين الأنبا برام بن زرعة والخليفة المعز للدين الله الفاطمي، فكان بدأ يبقى في علاقة حلوة بين الكنيسة وبين الفاطميين أو الدولة الفاطمية بعد نقل جبل المقطم. فمن الاحتفالات المهمة اللي كانوا دايما الملوك أو الخلفاء بيشاركوا فيها مع الكنيسة هي احتفال عيد الغطاس، وكان الأهالي يخرجوا بالبلابيصة او البلمبيصة او قنديل الغطاس او الفونيار، طبعا لان ما كانش فيه وقتها كهرباء، وفضل التقليد ده لحد فترة قريبة جدا قبل ما الكهرباء توصل لكل بيت. فكانوا يخرجوا بالاناديل ديت او بعواد القصب على شكل صليب وعليها شموع، وكانوا يخرجوا بالاناديل ديت ويروحوا لنهر النيل بعد ما الكنيسة تصلي اللقان، وابونا ياخد من مية اللقان ويكبها في مية نهر النيل علشان ربنا يبارك مية النيل، وينزل الاهالي في مية النيل بعد ما ابونا يصلي، ويقولوا ان اللي بينزل في مية نهر النيل في الوقت دوت كانش تصيبه اي امراض. وفضلت العادة دي مستمرة لحد وقت قريب، لحد ما بدأت الكهرباء توصل لكل بيت وبدأت العوايد ديت تندثر وما عادتش موجودة. لكن فضلنا احنا في كنيسة نعمل الفونيار او قنديل الغطاس او الفانوس الغطاس. تمام،
لانه حاجة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت يبسط الولاد. وبنعمل عليه بقى رموز زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت الفونيار التاني، عملت عليه شكل كنيسة، وعملت عليه شكل سمكة اخسوس، يعني اخسوس يعني سمكة باللغة اليونانية، والحروف الاولانية هي اختصار ليسوع المسيح ابن الله المخلص. وعملت عليها الحمامة رمز الروح القدس. وكمان عملت شكلين لصليب. طبعا حلو ان بنعلم اولادنا الرموز ديت بطريقة مبسطة وبحاجة جميلة بتفرحهم. هي الفونيار، هي حتى يعني كبار وصغير بيبقوا فرحانين بيها. زي ما انتوا شايفين كده انا بقى جبت الالومنيوم وغطية الغطا بتاع البرتقانة من فوق. وبعدين هبدأ اجيب السلوك بقى قد بعض، نجيب 3 طبعا رمز للثالوث. دايما في الكنيسة بتلاقوا كده عندنا حاجات عقائدية بتعلم العقيدة بتاعتنا بطريقة مبسطة، سواء بقى في القداس او حتى في العوايد بتاعتنا. فطبعا 3 سلوك قد بعض رمز للثالوث، اب وابن وروح قدس. احنا هنزوقهم بقى بالمكرونه زي ما انا قلت لكم اللي انا لونتها. تمام. وبعدين هبدا اجمعهم في الغطا بتاع البرتقانه، وبتنيه بقى، بربطهم مع بعض وبتنيه علشان الطفل يقدر يمسكه. تمام. وهعمل التاني بنفس الطريقه. طبعا كمان البرتقانه دي وهي بالشكل ده شبه الشوريه. انا المره دي هحط بقى المكرونه واحده واحده كده ونزوقهم بقى. طبعا ممكن بدل السلك تستعملوا خيط بإبرة وخيط عادي، تدخلوا في البرتقانه، وبعدين تعملوا 3 برضو قد بعض وتدخلوا في راس البرتقانه من فوق. ده شكلها اهو. دلوقتي بقى هنجيب الشمعة وهندخلها في الخرم اللي احنا عملناه لها من تحت، والكبريت بقى، ونولع الشموع. طبعا بيبقى حلو قوي ان الولاد يروحوا بيها ليله الغطاس، بس للاسف بقى عشان احنا السنه دي بسبب كورونا مفيش ليله عيد، بس مفيش مانع ان انتوا تفرحوا الولاد بيها. وكل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم. ده شكلها هوريها لكم بقى بعد ما تنور. ده الفونيار بقى بتاعي. هتلاقوا برضو فيديو تاني بطريقه مبسطه بيشرح عمايل الفونيار. وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف اول تعليق مثبت فيديو لرسم عيد الغطاس، ايقونة عيد الغطاس. وكمان هسيب لكم لينك لقائمة فيها وسائل ايضاح مختلفة للخدمات والكنايس لعيد الغطاس او معمودية السيد المسيح. ده شكله النهائي. يا رب يكون سهل وقدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة، وعرفنا سوا تاريخ الفونيار او قنديل الغطاس او البلابيسة اللي هي معناها بالهيروغليفية شموع من عوايد كنيستنا الحلوة. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير. انتوا شايفين كده ده اللي انا حفرته، مكتوب عليها اهو هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ده محفور مش مخروم، وباين طبعا لما الشمعة نورت باين خالص الكلمة. وده شكل الايقونة بقى بتاعت المعمودية اللي احنا حفرناها برضو. ووريكم برضو الفونيار التاني او القنديل التاني. ده اللي احنا فرغناه بقى. شايفين الاتنين اهمت قدامكم وظهر فيها الرسومات. تبقى حلوة خالص بقى لما نضلم الدنيا كده ونلعب بيه. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. ويا رب الايام الجاية والاعياد الجاية تكون بصحة وبخير ومن غير اي وباء، ونفضل نحتفل كده بعوايد كنيستنا وتاريخنا وتقاليدنا واحنا في اتم صحة وسلام. واشوفكم على خير في فيديو تاني قريب. باي باي.